ازاي تعمل اول $2000 بسهوله لو انت مبرمج او سوفت وير ديفلوبر؟ في متابع لينا بعت لنا اجابات على اسئله علشان نديله خطه لتحقيق اول $1000، بس هو بسهوله يعمل اول $2000 اونلاين. مجال شغله سوفت وير ديفلوبمنت، في 3 حاجات شاطر فيها اللي هي البروبلم سولفنج او حل المشاكل المعقده. بيقدر ان هو يوصل الموضوع بشكل كويس، وبيقدر يعمل فلو تشارت، او بيعرف يعمل اركتكتشر كويس، بيعرف يحل اي مشاكل تقنيه، بيعرف ان هو يتعلم بشكل سريع. واضح ان هو شاطر في موضوع الريسيرش او البحث، بيقدر ان هو يحدد تك ستاك ممكن شخص يستخدمها. في حاجات تانية هو شاطر فيها زي الاي بي ايز، الاوتوميشن، الباك اند للبرمجه عموما. قادر كمان ان هو يفهم السيستم ككل مش مجرد كود. اسهل حاجه ممكن محمد يعملها ان هو يكلم الناس اللي عايزه تدخل المجال او الناس اللي هي عايزه تشتغل في شركات كبيره، ولكن هيواجهوا في الموضوع ده 3 حاجات او 3 مشاكل. المشكله الاولانيه ان في منافسه كبيره، وهياخد وقت على بال ما يبني علامه تجاريه ويدي سبب للناس انها تشتري خدماته. في ناس كتيره جدا موجوده على الساحه دلوقتي. الحاجه الثانيه هيواجه مشكله في جديه الناس دي لانهم مشتتين، فانت ممكن تديهم برودكت معين بس هو مش هيشتريه لانه لسه مش عارف هو عايز ايه، فهيبقى غير جاد بالشكل الكافي. الحاجه الثالثه وهي القوه الشرائيه، ان الناس دي مش هيبقى معاها فلوس كافيه ان انت تبيع لهم هاي تيكت برودكت. هتبقى ناس غالبا متخرجه او ناس لسه بادئه شغل. لذلك احنا نصحناه ان هو يشتغل على حاجه هو مميز فيها، وفي نفس الوقت هيلاقي ليه سوق فيها ومش عليها منافسه. البراند ثيم بتاعه او الحاجه اللي المفروض تبقى مميزه عنده ان هو يبقى تكنيكال ديسيجن بارتنر، او بالعربي الشخص اللي بيساعدك تاخد قرارات تقنيه صح قبل ما تتحاسب عليها بوقت وفلوس. الرساله الاساسيه او النقطه اللي المفروض يشتغل عليها في المحتوى بتاعه هي ان معظم المشاريع ما بتفشلش بسبب الكود، ولكنها بتفشل بسبب قرارات تقنيه غلط اتخذت بدري. كل المحتوى والبيع لازم يرجع للنقطه دي. البراند بيرسوناليتي او الاسلوب بتاعه في الالقاء وفي المحتوى لازم يكون هادي، تحليلي، عقلاني، مش متحمس بزياده، وبيتكلم بلغه اللي شاف كتير. الحاجه الثالثه والمهمه، الافاتار بتاعه او الناس اللي هو المفروض يكلمها واللي هتشتري منه مش جونيور ديفلوبرز، مش حد لسه بيتعلم، انما هو بيكلم ناس برودكت مانجرز، بيكلم فاوندرز، بيكلم فريلانسرز، اي حد رائد اعمال او حد عنده فكره مشروع عايز يبنيها. المنتج اللي محمد ممكن يبدا بيه هي تكنيكال ديسيجن سيشن، ان يدخل سيشن مع حد. السيشن دي يكون مدتها مثلا ساعه. السيشن دي مبدئيا ممكن يسعرها ب $100، بعد كده مثلا شهرين 3 ممكن يخليها ب $150 السيشن. الهدف بتاعه ان هو يخلق نوع من الشك عند الناس في المنتج اللي هم عايزين يعملوه او المنتج اللي هم عملوه فعلا، يوجه انظارهم للمشاكل اللي ممكن تكون موجوده عندهم او اللي هتبقى موجوده، ويخلق طلب على المنتج بتاعه، وبالتالي يخلق تحويل ان الناس دي تشتري منه. احنا بنساعد الناس سواء كانوا ديفلوبرز او برودكت مانجرز او اي حد شغال موظف عنده خبره تقنيه ان هو يبدا البيزنس الاونلاين بتاعه. لو حابب تشتغل معانا هتلاقي اللينك في البايو، ولو حابب تبعت لنا بياناتك علشان نديلك خطه كامله لتحقيق اول $2000 من خبرتك، ممكن تملى الشيت اللي موجود في الديسكريبشن او الوصف بتاع الفيديو. والتوفيق.